السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد، هنعمل مع بعض مندي الفراخ. هنعمله بالمحشي المصري بتاعنا الجميل. ازاي هنعمله بالمحشي؟ ان شاء الله هتشوف الخطوات كلها معايا في قلب الفيديو. يا ريت بقى تتابع معايا الفيديو للآخر علشان تشوف الطريقة المظبوطة. يعني لأي حد حابب كده يعمل محشي وفراخ هتعمليهم الاتنين مع بعض في خطوة واحدة. بصي بقى الجمال والحلاوة. بس قبل بقى ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت لو أول مرة تشوف القناة لايك حلو كده منك، واشتراك تشجيع للقناة، وما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك أي حاجة بنزلها على القناة. هتطلع معاكي بالجمال ده، وهتطلع كمان الفراخ مستوية واللون بتاعها جميل جدا. تعالي بقى بسرعة كده نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة هنعملها هنتبل الفراخ اللي معانا. معايا بصلاية مفرومة ناعم، فلفل أسمر وملح، توم بودر، بصل بودر، ومعايا بابريكا. توابل بقى بتاعة الفراخ، اي توابل بتفضليها. هضيف عليهم معلقة كبيرة من الصلصة ومعلقتين اتنين زيت. كمان ممكن تضيفي عليهم معلقة من الزبدة، بتكون حلوة قوي مع الفراخ اللي بتدخليها الفرن، هتديها طراوة كده. بس النهاردة استخدمت الزيت. هقلب بقى كل المكونات اللي معايا ديت. حابة بقى اضيف عليها طعم مميز جدا، والخطوة ديت اختيارية. يعني هضيف عليها معلقة كده من هريسة الشطة اللي كلنا عملناها مع بعض قبل كده على القناة. هنتبلهم كده كويس مع بعض. وبعدين معايا الفرخة اللي انا هستخدمها النهاردة، يعني فرخة تكون كده متوسطة، اقل من ال2 كيلو بشوية. هاخدها بقى كده واتبلها كويس بكل التتبيلة اللي احنا عملناها دي. فاتحينها من الظهر بالشكل ده، يعني اكنك كده هتشويها. تبليها بقى كويس كده ودخليها التلاجة اقل حاجة ساعتين. دلوقتي بقى هنجهز التسبيكة بتاعة المحشي بتاعتنا. حطينا سمنة على زيت على النار، وضفنا البصل المتقطع، وحطيت عليهم قرن من الفلفل الاخضر، وحطيت كمون، وحطيت ملح. ان شاء الله كل المكونات اللي انا حطاها هكتبها لك في صندوق الوصف. عملنا خلطة المحشي كتير قوي مع بعض قبل كده، بس هي دي الخلطة اللي انا بعتمدها على طول في كل الخلطات بتاعتي. هضيف بقى عليها عصير الطماطم. حابة اعزز اللون هحط لها معلقة من الصلصة. هسيبهم بقى يعيشوا مع بعض كده على النار ويتسبكوا تماما. دلوقتي بقى هضيف عليها معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، وهقلبهم مع بعض. بحب أضيف الفلفل الأسمر في الآخر علشان الطعم بتاعه يكون ظاهر. غسلة الرز المصري بتاعنا الحلو دوت هصفيه كويس وهضيفه على التسبيكة اللي أنا عملتها. بديها كده تقلبتين على النار، بشوح الرز في قلب التسبيكة علشان التسبيكة يعني تثبت كده على حباية الرز، واللون بتاعها بعد التسوية بيكون لون أحمر كده وحلو. دلوقتي بقى هضيف الخضرة، وهي عبارة عن شبت وكزبرة وشوية صغيرة جدا من البقدونس. بضيف بقى كمية حلوة كده. ودلوقتي هطفي النار خالص وهقلب الخضرة على التسبيكة اللي انا عملتها. يعني بحب كده تسبيكة المحشي يكون فيها كمية بصل حلوة وكمية خضار تكون حلوة برضو. خلاص كده الخلطة بقت جاهزة معانا. هسيبها بقى تبرد قبل ما اشتغل فيها، وهجهز الصينية بتاعتي علشان ادخله الفرن. طبعا هستخدم صينية النهاردة يكون حجمها كبير والارتفاع بتاعها يكون مناسب. جهزي بقى الرز بتاعك وابتدي بقى كده هنحشي البتنجان بتاعنا والكوسة، وكمان هضيف عليهم كام قرن كده من الفلفل. بنحشي بقى المحشي بتاعنا، يعني مش بنملاه قوي، التلات ارباع بيكون كافي جدا.
لسه طبعا هيخش الفرن والحجم بتاع الرز هيزيد، فهيتملي للاخر، يعني بنملاه كده التلات ارباع بس. وكمان مش بندك الرز في قلب الصباع جامد، يعني يا دوبك كده بتنزليه للاخر. كلنا طبعا بنعرف نحشي المحشي اللي هو بتاع الكوسة والفلفل والبدنجان، بس عشان لو في اي حد بيتفرج علينا من البنات الصغيرة تعرف الطريقة. يا ريت لو الفكرة بتاعت النهاردة عجبتك تجربيها وتكتبي لي رأيك في التعليقات. حابة اشكر برضو القنوات اللي بتشجعني وعلى طول بتتابعني في الفيديوهات بتاعت اللي انا بنزلها، يعني حابة ان انا اشكرها. هخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة. خلاص كده خلصنا الكمية بتاعتنا. هاتي بقى الشوربة بتاعتك وظبطي الملح بتاعها، وهبتدي ان انا ازود المحشي بتاعي. طب بتزوديه ازاي؟ يعني هدخله الفرن التسوية المظبوطة والمقاس المظبوط بتاع الشوربة ان هو بيكون لحد نص الصباع، يعني مش بتزودي اكتر من كده علشان هياخد منك وقت في الفرن وهيستوي هيكون تمام جدا. دلوقتي بقى هغطيه بورق ألمونيوم. استخدمت النهاردة ورقتين فوق بعض علشان يشيلوا لي، لسه هحط عليهم فراخ، يعني ورقتين كده على بعض. وهبتدي ان انا اغطي الصينية بتاعتي كويس جدا. قفلت بقى الصينية بالشكل ده. هجيب خلة من بتاعة الشيش طاووق او بشوكة عندك كده، هتعملي فيها فتحات كده صغيرة علشان البخار اللي هيطلع من المحشي هيسوي لي الفرخة. وكمان اي صوص نازل من الفراخ هينزل على المحشي، يعني هتاكلي كده اجمل صينية محشي عملتيها في حياتك بالطريقة دي. احط بقى الفرخة بتاعتي وهنزل بقى كل التتبيلة اللي انا عاملاها كده عليها، يعني هنستفيد بيها، مش عاوزين نرمي اي حاجة، بتكون حلوة قوي. يعني لو هتغمسيها هتكون جميلة جدا في الاكلة بتاعتنا النهاردة. دلوقتي بقى هدخلها الفرن على درجة حرارة عالية، يعني سخني الفرن بتاعك كده من قبلها ودخليها على درجة حرارة عالية. لو احتاجت بقى تحمري الوش بتاعها تحت الشواية هتحمريها، مفيش اي مشكلة. هتطلع معاكي بقى، بصي بالجمال ده، بصي اللون بتاعها، وهتطلع معاكي مستوية وطعمها مفيش بعد كده. تعالي بقى نشوف المحشي بتاعنا اللي اتعمل تحت الفرخة بتاعتنا الجميلة دي. بالراحة كده بقى وانتي بتشيلي الغطا علشان البخار بيكون طالع كتير. ايه رأيك بقى في صينية المحشي بتاعتنا الجميلة دي؟ حابة اقولك ان طعم محشي البدنجان بيختلف 180 درجة لو عملتيه في الفرن، يعني اجمل من اللي هتعمليه على البوتاجاز 100 مرة. كمان الحباية بتاعة الرز بتكون ماسكة نفسها وبتكون مستوية في نفس الوقت، ودي معادلة صعبة قوي تحصلوا عليها لو سويتيه على البوتاجاز. بصي بقى الجمال، يعني والله بأمانة الوصفة دي جميلة جدا. التسوية كمان مظبوطة والطعم بتاعه جميل جدا. بصي بقى الكوسة بتاعتنا دايبة خالص مفيش فيها اي كلام، يعني الصينية كده بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان احنا نطلع منها او نشوف، يعني هي باينة كده. دلوقتي بقى هحط الفرخة على وش المحشي، يعني انا شايفة ان هي تتقدم كده بالشكل دوت، شكلها جميل جدا. هزينها بقى بحاجة من البقدونس كده، تقطيعة، اي تقطيعة كده عشوائية، يعني مش هنقطع بالسكينة ولا اي حاجة. الصينية بتاعتنا بتتحدث عن نفسها يا جماعة. الفراخ طالعة مستوية ودايبة جدا، يعني ما تقوليش بقى ان هي مش هتستوي، لا الفراخ بتاعتك هتستوي وهتكون جميلة جدا.
انا ما غطيتهاش باي حاجة من فوق. احنا كده خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة. ان شاء الله كل المقادير هسيبها لك في صندوق الوصف. بصي بقى مستوية ازاي وجميلة، يعني العظم باين كده منها. اتمنى بقى ان انت تجربيها وتكتبي لي رأيك في التعليقات. استنيني بقى الفيديو اللي جاي في حاجة جميلة جدا هنعملها برضو مع بعض، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.